حبايبي الحلوين، لو انت وزنك من 85 ل 100 كيلو فيما فوق وشفت اعلانات تخسيس بالكوم وناس عماله تعمل في ترانسفورميشنز وسمعت كتير ان النجاح في حياتك هيتوقف على انك تخس، فده اهم فيديو هتشوفه في النزول في الوزن ممكن يوصلك من 15 ل 20 كيلو خلال 3 او 4 شهور بس. لو بصينا على حاله زي ادل هنلاقي ان في اقاويل كتير كانت بتقول انها بتستعمل المونجارو، وهي ما طلعتش اكدت ده، بس اوعى حد فيكم يسمع الكلام بتاع المونجارو لان سمعنا كتير عن بلاوي حصلت لناس بسببه، فخلينا في الامان. انما بقى لو بصينا على الممثله ريبل ويلسون، واتمنى اكون نطقت اسمها صح، هنلاقي انها عملت ميزوثيرابي وتجميل وحاجات تانية كتير وفي الاخر ما جابوش معاها اي نتيجه، وده كان كلامها هي، وقالت انها شافت فرق حقيقي لما غيرت النظام الغذائي بتاعها وفي نفس الوقت اتمرنت. في طبعا امثله ناجحه من الطريقتين، ولكن مش هتلاقي حد فيهم هما الاثنين بعد ما عمل الترانسفورميشن الكويس حالته الصحيه زي ما هي. يعني للاسف الناس اللي هي ما التزمتش بدايت او بتمرين اضمن لك ان هم لياقتهم البدنيه وصحتهم بشكل عام للاسف بقوا ده غير الشكل اكيد، وده بيبان عليهم حتى من غير ما احنا نتكلم في الموضوع ده. وطبعا على النقيض الناس اللي عملت ترانسفورميشنز لما مشيت على دايت واتمرنت لانهم التزموا بالرياضه والتغذيه. يعني انت للاسف لو فكرت تاخد اي طريق مختصر هتلاقي نفسك وقعت في وعكه صحيه ممكن لا قدر الله تخسر بيها حاجات كتير قوي في حياتك وما ترجعش زي الاول كمان. عرفت الفرق بقى دلوقتي وما يهونش عليا اجيبك لحد هنا كده واسيبك، لا تعالى يا معلم، خد عندك اسهل واسرع واصح طريقه تنزل فيها بالوزن. اول حاجه 70% من نتيجتك هتبقى متوقفه على التغذيه، فبعد ما تحسب السعرات الحراريه اللي انت جسمك عايز ياخدها هتقلل منهم 500 سعر حراري، وده اسمه عجز في السعرات الحراريه. لو حسينا بالجوع ممكن ندخل كمان طبق سلطه معانا علشان نزود جسمنا بالالياف ونحس بالشبع، ولو هناكل فاكهه ناكلها بعقل شويه علشان فيها سكريات عاليه وممكن تزودنا في الوزن من غير ما نحس. او ممكن تختصر على نفسك الوقت والفلوس والتجربه وتستغل عرض 500 جنيه لمده 3 شهور وتتابع معايا وانا هتولى الموضوع ده بالكامل معاك. واظن رقم زي ده حرام لو استخسرته في نفسك في ان انت تغير حاجه كبيره من حياتك. نرجع لرقم 2 واللي هي التمرين، واللي بتتمثل معانا في 30% من النتائج بتاعتنا، بس مهمين جدا خلي بالك. وهنا ندمج تمارين المقاومه مع تمارين الكارديو، والمقاومه اللي هي تمارين الحديد او الجيم، والتمرين بتاعنا هيبقى في رينج ال5 ايام في الاسبوع. ولان كل الاسرار مستخبيه في الاستمرار عايز اديك كمان 5 نصايح بما انك كملت لحد دلوقتي. اشرب ميه كتير، نام من 7 ل 8 ساعات، قسم وجباتك من 3 ل 4 وجبات في اليوم، ركز على الاستمراريه مش السرعه. يعني مش عشان عايز تنجز يبقى بدل ما تخصم 500 سعر حراري من الدايت بتاعك تخصم 1000 سعر حراري، لانك هتيجي على نفسك وتركيزك وصحتك وانت مش واخد بالك. وبس كده يا سيدي، اوعى تنسى تشترك في عرض 500 جنيه لانه لفتره محدوده ومش هيتكرر تاني، وبدل ما تجيب براشيم وادويه حاجات تخسس بيها نفسك هم 500 جنيه لمده 3 شهور هيفرقوا معاك جدا، وانا اضمن لك التغيير. سلام.